الكتاب بتاعنا يا جماعة. هنبدأ النهاردة منهج أولى ثانوي من كتاب جيم. التقسيمة بتاعتي موديول 1 موديول 2 3. كل موديول فيه عندي 2 units الوحدة الأولى بارت 1 lesson 1 و 2، بارت 2 lesson 3 و 4، وبارت 3 الجزء السكيلز المهارات، وفي آخر كل وحدة فيه الايه الاختبار على الوحدة. بعد الست وحدات ما بيخلصوا انا عندي الستوري عنوانها The Old Man and the Sea. قصه جميله جدا وممتعه يعني، الرجل العجوز والبحر. تعالى نبدا موديول 1 يونت 1. يونت 1 بتكلمني عن Egypt's heritage اللي هو التراث بتاع مصر. بصرف اس هنا بوزيسيف للملكيه. كلمات طبعا هنحفظها كويس جدا. بتكلم على civilization. civilized، لما اجي اقول civilization طبعا التي اي او ان هتديني ايه؟ ده suffix هيديني النون. التي اي او ان suffix هيديني النون. احنا اتفقنا ان الان دي رمزها نون. لما اقول لك على ان ان الدوله دي civilized تبقى دوله متحضره. civilization. عندي cross roads، وعندي heritage اللي هو الارث او التراث. identity الهويه. لاحظ ان انت هتلاقي كلمات كتير قريبه من الكلمات اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت في ثالثه اعدادي. دي ميرشنت اللي هو التاجر، بتساوي كلمه تانية اسمها تريدر. تريد، او هتحط ايه؟ تريد اخرها اي ار suffix يعمل الفاعل بتاع الفعل. عندي neighborhood. اصل كلمه neighbor واحنا ضفنا لها هود ديت suffix مقطع بيجي بعد الكلمه يحول الكلمه لايه؟ يحول الكلمه لنون. طب في كلمات اخرها هود بتتحول لنون. ايه هي؟ childhood. childhood اللي هي الطفولة. عندي motherhood الأمومة. يلا نكمل. preserve يعني يحفظ أو يحافظ على، ده verb والماضي بتاعه بزود له دي. pride اللي هو الفخر. عندي في الادجكتيف بتاع كلمة pride ايه؟ ها، proud. وهنا proud ممكن to المصدر I'm proud to be Egyptian، أو proud of verb ing أو noun. restore. وعندي trade اللي هو تجارة أو يتاجر. تعال نكمل. ancestors اللي هم الأجداد. anxiety اللي هو القلق. anxious يعني قلق. archaeologist. archaeology اللي هو علم الآثار. الاي اس تي suffix بيعمل الفاعل بتاع الكلمة. architect مهندس معماري. ancient. attraction. attract ده الفيرب، التي اي او ان او الاي او ان هتحولي لنون. aware يعني واعي. الان اي اس اس من المقاطع اللي بتعمل النون. خلي بالك، سن قلمك على كل كلمة. عندي بيت ينبض. عندي beloved محبوب. عندي carve ينحت. challenge تحدي أو يتحدى. عندي citizen مواطن. عندي text core culture. decoration الفعل بتاعها decoration. demonstrate يعني يوضح أو يظهر. demonstration يا جماعة يعني مظاهرة. determination خدناها قبل كده اللي هي العزيمة والإصرار. العزيمة والإيه؟ والإصرار. determined اللي هو الشخص نفسه مصمم أو عازم على الحاجة. developing country دولة نامية. خلي بالك فرق كبير جدا من ال developing country و ال developed country اللي هي الدولة الإيه؟ المتقدمة. دي دولة بالفعل تقدمت، دولة developed متطورة متقدمة. إنما developing يعني بتسعى للإيه؟ للتقدم. ودي الدولة النامية منها مصر طبعا واحدة من الدول النامية. develop يعني يطور، والام اي ان تي هتديني ده suffix هيعمل الايه؟ النوع. economy الاقتصاد، و exchange يعني يتبادل.
يلا نكمل. عندي face وعندي figure. flood فيضان. gather يعني يجمع. generation grain harmony hieroglyphs اللي هو الهيروغليفية. historian اللي هو المؤرخ، ده شخص. historical تاريخي. الهوملاند أرض الوطن. عندي owner يكرم. host مقدم برامج أو مضيف. immense immense يعني هائل، تساوي massive. huge immense. inspiration اللي هو الايه؟ inspire يعني يلهم. اوكي. inspire يعني يلهم يعني ايه؟ ممكن تدي معنى encourage يشجع. اوكي. inspire يعني يلهم. الكلمة دي inspiration. اخد شورت اي هنا. inspiration اللي هو الالهام. invent عندي knowledge. know يعني يعرف. knowledge المعرفة. legacy اللي هو الايه؟ الارث او الميراث. material medicine mission. وعندي nation يعني أمة. عندي national يعني وطني أو قومي، هتحط قبلها inter تبقى international بتساوي intercontinental هتساوي universal. عندي papyrus privilege يعني امتياز. يقول لك أنا مديك privilege، مديك ميزة، مديك امتياز. profession يعني مهنة. progress اللي هو التقدم. وده noun وverb يتقدم أو تقدم. لو verb هتزود له إيدي يعمل ماضي. protect يعني يحمي. record اللي هو السجل. record لما تعمل ستريس على المقطع الثاني يديك الفيرب. تعمل ستريس على المقطع الأول اللي هو record اللي هو تسجيل. record اللي هو يسجل، ده الفيرب. عندك remind يعني يذكر، يتذكر من تلقاء نفسه اللي هو إيه؟ remember. require يتطلب. ورايز يعني ينهض. sacrifice اللي هي التضحية. اوكي. sacrifice تضحية. صح. sacrifice التضحية. شيء sight تضحية أو يضحي، تنفع noun تنفع verb. عندي source species دي spices يعني توابل. superior يعني إيه؟ متفوق أو رفيع. عندي symbol عندي temple عندي treasures عندي urban حضري أو مدني. value وعندي إيه؟ وعندي will. طيب ما أنا ممكن أديك 3 دقايق حل ده. تاني يا شباب. The old building was carefully A so that future generation. المبنى القديم كان carefully يعني بحرص. إيه اللي حصل فيه؟ so that لذلك أو لكي أو علشان ال future generation could enjoy يستمتعوا بالبيوتي. إيه اللي حصل له؟ demolished يعني إيه؟ يعني تم هدمه. demolished. اكتب بقى الكلمة اللي أنت مش عارف معناها اكتبها فوقيها، واكتبها في الكراسة واكتبها نص صفحة واحفظها. عود نفسك على كده. demolished يعني تم هدمه. ignored يعني تم تجاهله. restored أعيد ترميمه، يبقى دي restored. وstored يعني تم تخزينه. ancient in ancient times. traveled long distances مين اللي سافر مسافات طويلة؟ along the silk road طريق اللي هو الايه؟ الحرير. to trade their goods مين اللي كان بيسافر؟ الجماعة الميرشنتس اللي هم التجار. هيستوريانز مؤرخين. اركيولوجيست علماء الآثار. والهوست اللي هم مين الهوست؟
المضيفون. The Egyptian people take a great A in their ancient history and civilizations. Take A. Take pride يعني take pride يعني إيه؟ فخر واعتزاز. المصريين عندهم فخر واعتزاز بالانشنت ايه؟ history، الحضاره والسيفيلايزيشن، التاريخ والحضاره. طبعا بورد يعني لوح او خشبه. بتكلم عن الجلت. جلت يعني اكتب كده، جلت يعني إيه؟ يعني ذنب. جلت يعني إيه؟ ذنب او شعور بالذنب. وسربرايز يعني دهشه، ما عندهمش ذنب ولا حاجه ولا شعور بالايه؟ بالذنب ولا حاجه. The pyramids of Giza are considered، خلي بالك من الكلمه دي، is considered او are considered اللي هو يعتبر part of ايه؟ the world's cultural A and must be protected. لازم يبقوا هم جزء من الايه؟ ها؟ generation يعني جيل. اكتب جيل، بس هو مش جزء من الجيل ولا الاجيال، هو جزء من كروس رودز يعني مفترق طرق. هو جزء من الهيريتج، من التراث، من الايه؟ من التراث العالمي يجب حمايته. خلاص. الهوملاند اللي هي الوطن. The A on the walls of the ancient temple told stories of gods and pharaohs. ايه الخاص اللي على الحيطان بتاعت الانشنت تمبل، المعبد الايه؟ القديم، بيقول لنا قصص عن الآلهة والفراعنة. بتكلم على الايه؟ على measurements يعني قياسات، جاي من كلمة من فعل measure. يعني ايه القياسات اللي على الحوائط؟ argument اللي هو الجدل، argue يجادل، argument الجدل. instructions تعليمات. والديكوريشنز اللي هي الايه؟ الزخارف والنقوش. فالديكوريشنز الزخارف والنقوش اللي موجودة على الحوائط بتاعة الايه؟ المعابد القديمة. The artist used special tools. الفنان استخدم special tools يعني tools خاصة علشان يعمل ايه؟ the wooden statue، تمثال القديم with great details، بتفاصيل ايه؟ كتيرة. كارف يعني ينحت. يبقى دستروي يدمر، كارف ينحت، ودي الإجابة. نحت. ميجر يقيس، وريبليس يعني يستبدل. one of the biggest، واحد من البيجست. ايه اللي facing يعني اللي بتواجه الورلد today، العالم النهارده is climate change اللي هو الايه؟ التغير المناخي. خلاص. والبولوشن اللي هو التلوث. بتكلم على السليبريشنز، احتفالات. achievements انجازات. challenges التحديات، challenge يعني يتحدى، challenges تحديات. وديكوريشنز اللي هي النقوش. خلاص كده. النقوش والايه؟ والزخارف. يلا بينا. البيرنتس always try to، بيحاولوا يعملوا ايه؟ their parents from danger and harm، من الخطر والضرر. protect يعني يحمي. طبعا هما protect from يحمي ايه؟ يحمي من. challenge يعني يتحدى. ignore يتجاهل. وديسترب يعني ايه؟ قلنا يزعج او يقاطع. disturb يعني يزعج او يقاطع. خلي بالك من الامبورتنت phrases والاكسبريشنز والايديومز. achieve a goal، دول لازم يتحفظوا صم. feel proud of، feel united، have a deep feeling of، لدي شعور عميق ب. make it easier، make money، make sacrifices يعني يقدم ايه؟ يقدم تضحيات. play an important role، يلعب دور هام. shape our future، stand stand with pride. I see your point. take pride in. prepositions حروف الجر. carve into، contribute to، essential for، focus on، lead to، prevent from، result
of share with source of trade هيتاجر مع type of work on يعمل على. خلي بالك من الفيرب النون الادجكتيف بتاعه ده لازم يتحفظ صم. عندي demonstrate demonstration او demonstrator اللي هو الشخص المتظاهر. demonstrative يعني معبر عن المشاعر. اوكي. determine determination determined اللي هو عازم او مصر. develop developer اللي هو المطور. development اللي هو التطوير. developed او developing متطور او متقدم او نامي. عندك decorate decoration النون decorated decorative دي الصفة الادجكتيف. identity الهوية identity سوري identify ده الفيرب identify ده الفيرب identity الهوية identification الهوية برضو ده مستند إثبات شخصية. identification card اللي هو الإيه البطاقة الشخصية. كارت الهوية كارت إثبات الهوية. identifiable يعني يمكن التعرف عليه. unidentified يعني غير متعرف عليه. دي أنا عملت عكس الكلمة ده prefix عمل عكس الكلمة. preserve يعني يحفظ. preservation preserver وعندي preservable preservable يعني الاي بي ال اي بتعمل الادجكتيف. protect protection protector وعندي protective يعني واقي او وقائي. restore يعني يعيد او يسترجع او يرمم. restoration او restorer اللي هو المرمم. restore ده حاجه تم ترميمها او restorable يعني قابل للاستعاده. اخد مثال. The teacher asked the students to identify the main idea in the text. المعلم طلب من الطلاب ان هم يتعرفوا على الفكرة الرئيسية في القطعة. ال passport is a document. الباسبور ده وثيقة used to بتستخدم ل prove ان انت تثبت your identity هويتك when traveling اثناء السفر. You need to show لازم تظهر a form of identification before entering the building. لازم توريني صيغة أو شكل من أشكال التعريف يعني قبل ما تدخل زي بطاقة الهوية مثلا. The stolen car was easily identifiable. Identifiable يعني قابل للتعرف عليه. ماشي because of its bright red color بسبب لونها الايه الأحمر اللامع. خلي بالك من السينونيم اللي هو المرادف والانتونيم اللي هو عكس الكلمه. لازم احفظ الكلمه. anxiety worry tension اللي هو القلق عكسها relaxation calmness والان اي اس اس بتعمل النون. calm يعني هادي والان اي اس اس بتعمل النون. development progress advancement هيبقى العكس بتاعي decline او decrease يتدهور او يتراجع. gather يجمع بتساوي collect و bring together. scatter خلي بالك من الكلمة دي. و separate يعني يفصل. خلي بالك من كلمة scatter لأن الكلمة دي ما عدتش علينا كتير. حط عليها دايرة في الكتاب. الكلمة اللي بعد كده عندي harmony اللي هو التجانس بتساوي consistency وحط حط خط تحت الكلمة دي. consistency اللي هو التناغم بتساوي understanding اللي هو التفاهم يعني عكسها disagreement عدم الاتفاق أو incompatibility وحط خط تحت الكلمة دي. incompatible يعني متوافق متناغم. compatibility اللي هو التوافق هتعمل العكس incompatibility. خلي بالك من الكلمة دي. inspiration الإلهام معناه encouragement. اوكي دي inspiration الإلهام. enthusiasm اللي هو الايه الحماس انك تحمس حد انك تلهم enthusiasm. خلاص عكس خلي بالك حط خط تحت الكلمة دي enthusiasm مهمة. inspiration إلهام عكسها discouragement برضو. discouragement هيبقى الإحباط أو despair. خلي بالك من كلمة despair إحباط. حط على دايرة. preserve يحافظ. keep maintain بتساوي protect يعني اكتب لي احفظ لي كلمة maintain دي كويس. حط تحتها خط.
وعندي عكسها in danger يعني يعرض للخطر، او neglect يعني يهمل. البرايد الفخر بتساوي سيلف استيم. سيلف استيم احنا قلنا تقدير الذات، وخلي بالك من الكلمه دي، والديجنيتي. الكلمتين دول حط عليهم دايره، ركز عليهم. الناس اللي بقول لك عليها ركز عليها، ركز عليها. misery اللي هو الايه، البؤس. humiliation اللي هو الذل، وخلي بالك برضو من الكلمتين دول. عندي restore يرمم او يسترجع بتساوي fix renew renovate. خلي بالك من كلمة renovate. عكسها destroy ودمج. destroy ودمج. superior يعني remarkable، حاجة متفوق. exceptional يعني استثنائي. except يعني فيما عدا. exception استثناء. exceptional حد استثنائي يعني حد متميز. خلاص كده. عكسها حد نورمال، حد unremarkable، غير ايه، غير مميز. اتفقنا؟ طيب هخلي ده واجب. ماشي. وتعالى نقرا القطعه كده مع بعض. بقول Egypt taking pride in our beloved Egypt يعني نفخر بمصرنا المحبوبه. Egypt is a land with a heart that has been beating for thousands of years. has been beating، خلي بالك ده مضارع تام مستمر. مصر أرض بقلب بينبض من آلاف السنين. We are proud to، احنا قلنا proud to والمصدر proud to call it our home. فخورين جدا ان احنا بنسمي مصر الوطن بتاعنا. It is a place where دي relative pronoun، ضمير ايه؟ صلة للمكان. where the past and the present meet in harmony، حيث الماضي والايه والحاضر بيتقابل في ايه؟ في تجانس. Egypt has always played، خلي بالك always هي adverb of frequency، جه ما بين have و has والتصريف الثالث. احنا كان قلنا ان هو بيجي مع مضارع بسيط، جه مع مضارع تام هنا هو. خلاص ده اسمه adverb of frequency. played an important role in the world، مصر بتلعب دور مهم جدا في العالم. our ancestors اللي هم مين؟ الأجداد. built one of the greatest، واحدة من ال greatest civilizations in history في التاريخ. they gave the world knowledge، ادوا للعالم النولج المعرفة. في الرايتنج، في الماثيماتكس، في الرياضيات، في الميديسن، في الطب. ميديسن يعني دواء أو طب. الهيروغليفز اللي هي الهيروغليفية carved into temples اللي محفورة على الايه، التمبلز المعابد. were not just beautiful art، مش مجرد رسم كده جميل وخلاص. they were a way to record، كانت طريقة علشان نسجل بيها الهيستوري التاريخ. the library of Alexandria once gathered، مكتبة اسكندرية فقط بتجمع النولج من from all over the world، من كل أنحاء العالم. making Egypt، وده بتخلي مصر، خلت مصر a center of learning، مركز للتعلم. Egypt was also crossroads of trade، هي مفترق طرق للتجارة. الميرشنتس اللي هم التريدرز التجار traveled along the Nile and across the desert، يعني سافروا عبر النيل، عبروا الصحراء. carrying كانوا بيحملوا الجودز such as زي السبايسز، اللي هي ايه سبايسز؟ التوابل. البابيروس ورق البردي، والجرين والقمح. Our land was a bridge، كانت كوبري. where حيث relative pronoun أو ضمير صلة. people met بتتقابل و exchange ideas وبتتبادل الأفكار. making Egypt a source، بتجعل مصر a source of inspiration for many، للإلهام for many civilizations، لحضارات إيه؟ كتيرة. طيب today Egypt continues to grow، مصر بتكمل إن هي تتطور. our cities rise with modern buildings، بتكبر المدن بتاعتنا ب modern buildings، مباني حديثة. while our historical monuments still stand with pride، بينما الإيه؟ الهيستوريكال مونيومنتس، الاثار اللي هي التاريخيه، بتقف في ايه؟ في فخر. اوكي.
We are building new roads. بنبني مباني جديدة. Bridges كباري and the neighborhoods. neighborhood يعني أحياء. neighborhoods that show اللي بتبين إن الworld that show the world اللي بتبين للعالم our determination إصرارنا to progress على الإيه؟ التقدم. From the pyramids من أول أهرامات الجيزة to the Grand Egyptian Museum لحد المتحف المصري الكبير will continue to honor. خلاص هتكمل عشان تكرم الهيستوري بتاعنا while بينما shaping أو في أثناء كمان ما احنا shaping our إيه. خلي بالك while هنا جه بعديها فيرب اي ان ايه جي. خلي بالك من دي. بينما احنا ايه بنشكل الايه الفيوتشر بتاعنا. we take pride in. خلي بالك من المصطلح ده. we take pride in our country. فخورين بمصرنا دولتنا. not only خلي بالك not only for its beauty but also. يبقى not only but ايه but also ليس فقط ولكن ايضا because we understand the sacrifices اللي هو الايه of our ancestors. عشان احنا كمان ايه فهمنا التضحيات بتاعت ايه ancestors اللي هي الايه الاجداد بتاعتنا. we work hard to make it greater. احنا اشتغلنا بجد عشان نخلي الموضوع ده اعظم. greater for generations للاجيال to come. every citizen كل مواطن has a role to play عنده دور يلعبه. protecting our heritage هيحمي التراث بتاعنا. contributing هيساهم to our economy في الاقتصاد بتاعنا. and sharing our culture ويشارك الكالتشر بتاعتنا مع العالم. خلاص كده هنحل الثلاث اسئله اللي فاتهم دول واجب وخلينا نقرا ده مع بعض. اوكي هنا الهوست المضيف ودكتوره منى. welcome back to our story. Today we are talking to هنتكلم مع دكتوره منى حسن an archaeologist who ده ضمير صله. recently مؤخرا led a team to restore يعني بتقود فريق عشان تسترجع الايه فيلة تمبل اجزاء من معبد ايه فيلة. خلاص كده دكتور منى thank you for joining us. thank you. it's a privilege يعني ميزة كويسة جدا. تمام امتياز ان حضرتك ايه تبقي موجودة معانا. your work on فيلة is a powerful symbol. ده رمز قوي جدا جاي من كلمة power. الفول هنا suffix عمل الايه عمل الادجكتيف. can you tell us why preserving our heritage is so important. ليه الحفاظ على الايه التراث بتاعنا مهم. هي قالت of course when we store a historical site لما بنعيد ترميم الهيستوريكال سايت we are not just fixing old stones. احنا مش بس بنجمع old ايه stones ولكن we are connecting with our past. احنا مرتبطين او بنرتبط مع الايه مع الباست. Our ancestors الأجداد بتاعتنا left us a rich legacy. legacy يعني earth from the pyramids من أول الأهرامات to the temples of Upper Egypt لحد الإيه؟ المعابد في Upper Egypt اللي هو صعيد مصر. This heritage التراث ده هو الكور هو جوهر of our national identity الهوية بتاعتنا الناشونال القومية. It reminds us بيفكرنا of who we are احنا مين where we came from احنا جينا منين and the greatness والعظمة we are capable of اللي احنا قادرين عليها. It's a source of immense pride يعني مصدر لفخر كبير جدا for every Egyptian لكل مصري. كويس الهوست بيقول it sounds like more than a job. دي أكتر من وظيفة. it's a mission. دي مهمة. What do you think is the biggest challenge in to preserving our heritage today. ايه اكتر تحدي يخلينا نحافظ على الايه heritage بتاعتنا. challenges are many. طبعا تحديات كتير. from urban
development to climate change، من اول الايه التطور الحضاري لحد طبعا climate change اللي هو الايه التغيرات المناخيه. كل دي حاجات ايه تحديات. but perhaps ربما the biggest يعني اكبر challenge is a lack of awareness among our youth، يعني نقص الايه الوعي ما بين الايه ما بين الشباب. many young people don't realize the value of these treasure، مش عارفين اهميه او قيمه الايه الكنوز دي. our job is not inspire our job is to inspire them، ان احنا نشجعهم نلهمهم to make them see، عشان نخليهم يشوفوا a thousand year old temple. خلي بالك دي صفة، a thousand year old temple، معبد بقاله 1000 سنة is not just a tourist attraction، هو بس مش مجرد يعني مكان لجذب السياح، ولكن it's a living part of our story. ده living part يعني زي جزء حي من قصتنا. we need to بعدها مصدر encourage، هنشجعهم them to visit، يزوروا these sites to learn the stories، علشان يتعلموا الستوريز القصص and to feel the connection، عشان ايه يحسوا بالايه بالترابط. that's a great point، نقطة مهمة جدا. you are inspiring them، انت بتلهميهم to become the next generation، عشان يبقوا الجيل اللي جاي of protectors، هم اللي هيحموا الحاجات دي بعد كده بعدين. thank you for your valuable work، شكرا لعملك الايه القيم. definitions مهمة هنذاكرها كويس. يعني ايه civilization؟ يعني society، الحضارة دي مجتمع، its culture المجتمع، الثقافة its way of life طريقة حياته، during بعدين نون يا جماعة a particular period أثناء فترة معينة من الوقت، تمام، or a particular part of the world أو جزء محدد من العالم. الكروس رودز ده place مكان where two or more roads طريقين أو أكتر meet or an important or central place، أو مكان إيه؟ مكان مركزي. heritage التراث عبارة عن التاريخ بقى، الهيستوري والتراديشنز التقاليد الكالتشر الثقافة. past from the past to the present، اللي عدت من الباست للايه للبريزنت. identity الهوية معناها who you are، انت مين، الكواليتيز بتاعتك صفاتك مميزاتك. culture الثقافة بتاعتك، والفاليوز والقيم that make a person or group special، اللي بتخلي مجموعة من الناس أو شخص special يعني مميز. special يعني ايه مميز. الميرشنت اللي هو التاجر تريدر، ده person who buys and sell goods، بيبيع وايه ويشتري الجودز البضائع especially خصوصا in trade. النيبرهود الحي السكني an area where people live، اللي فيها الناس عايشة near each other قريبة من بعض. preserve يعني يحفظ to keep something safe، safe from keep safe from damage، من الايه الدمج او اللوس او الايه الفقد او الضرر يعني. pride يعني فخر. a good feeling of respect يعني ده شعور جيد من الريسبكت من الاحترام. and satisfaction اللي هو الرضا about yourself، انك راضي عن نفسك عن الفاميلي عن الكونتري بتاعتك. ريستور يعني يسترجع او يرمم. تو ريبير انك ايه ريبير تصلح or bring something back او ترجع حاجه to its original condition لحالتها الايه الاوريجينال اللي هي الاصليه. تريد يعني تجاره او يتاجر. the activity of buying and selling goods، ده نشاط النشاط نفسه بانك بالبيع والايه والشراء. to exchange goods او انك تستبدل بضائع او السيرفيسز او الخدمات. خلي بالك من كلمه فيجر. فيجر هتستخدم فيجر بمعاني كتيره. اول حاجه الرمز او رقم او رمز عددي، شكل او رسم توضيحي، شكل هندسي، قوام او جسم او قامه، شخصيه او قامه دي حاجه مجازيه يعني، او تمثال او صوره شخصيه. The young businessman has a yearly income. yearly income يعني ايه income؟ يعني دخل سنوي in six figures، يعني من ايه من 6 ارقام. The teacher refer to figure 3 يعني شاور على أشار إلى الشكل 3 في page 12 in the science book في كتاب الايه الساينس. The triangle is a three-sided figure، يعني هو شكل هندسي من 3 ايه أضلاع. The elderly man الراجل الكبير has a good figure for his age. a good ايه figure عنده شخصية عنده قامة خلاص for his age، أو عنده قوام جيد بالنسبة
لايه لعمره يعني. خلاص. مستر مايك is a key political figure، يعني شخصية، ده figure يعني أو قامة سياسية في البلد بتاعته، in the city، في المدينة. There is a large stone figure، تمثال of a lion at the entrance of the bridge، في مدخل الايه البريدج. خلي بالك من الكلمات دي لأنها مهمة جدا. rise rise وريز وarise واrouse. rise يعني ينهض، يرتفع وتشرق، ما بيجيش بعده مفعول. خلي بالك من الحاجات دي مهمة جدا. يبقى the sun rises in the east، prices are expected to rise، الأسعار هترتفع. خلاص، ما جاش ايه مفعول. raise يعني يرفع، يزيد، يجمع مال، وهيجي بعديه مفعول. The teacher asked the students to raise their hands، ارفع ايدك. They want to raise money، raise هنا معناها يجمع ايه؟ raise money for charity، لجمعية ايه؟ خيرية. arise يعني ينشأ أو يحتدم، ما بيجيش بعدها مفعول. يعني a serious problem may arise if we don't act quickly، يعني مشكلة كبيرة ممكن تحتدم، يعني تشتد المشكلة دي لو احنا ما صرفناش بسرعة. new opportunities يعني فرص جديدة will arise، هتنشأ with modern technology، مع التكنولوجيا الجديدة. arouse يعني يثير مشاعر، اهتمام أو شكوك، بيجي بعدها مفعول. his speech aroused great interest، يعني أثار اهتمام كبير among the audience، ما بين الايه المشاهدين، الاودينس. خلاص كده. The strange sound aroused my suspicion yesterday، الصوت الغريب ده أثار الشك عندي امبارح. خلي بالك من الكلمات دي مهمة جدا، لازم تتذاكر. عندي كارف وديج ودريل واكسكافيت. كارف هتنحت من شيء أو في شيء. My father taught me how to carve a statue out of wood. طب ديج هتحفر في الأرض باستخدام إيدين أو مجرفة. The kids have to dig holes in love to dig holes in the sand at the beach. دريل هتحفر بس باستخدام آلة. عارف الدريلر اللي هو الايه الشنيور. ايوه بالظبط. You need to drill 2 holes in the wall to hang the ايه shelf. excavate يعني يحفر، يستخرج، بس ينقب بطريقة علمية أو منظمة. excavation. archaeologists هم are working to excavate، يعني بيستخرجوا، بينقبوا عن الايه الرونز، بقايا of an ancient city. تمام شباب. invent discover explore، قلنا invent يخترع حاجه ما كانتش موجوده. اديسون invented the electric light bulb، اخترع المصباح ما كانش موجود. انما discover يكتشف شيء كان موجود بالفعل ما حدش كان عارفه. they discovered the gold in the mountains many years ago، اكتشفوا الايه الذهب في الجبال من سنين. هل الذهب ما كانش موجود؟ موجود بس ما كانش معروف، فهم اكتشفوه ما اخترعوهوش. تمام كده. يخترع حاجه ما كانتش موجوده يبقى invent. explore يستكشف مكان. astronauts explored the surface of the ايه of the moon. خلاص كده يا شباب. طيب ده مطلوب مني واجب، واحل بس الواجب بتاعي على الفوكابلري اللي هو لحد بيج ايه 17. المره الجايه نحل الواجب وناخد جزء الجرامر بتاع lesson 1 و 2. تمام كده. شكرا شباب.